دايما بتكون نفسك تذاكر وتتعلم حاجة جديدة وتكسب فلوس، بس بتحس ان في سبب كده مخليك مش قادر او مش عارف تذاكر، ومش بايدك، وعمرك ما قدرت توصل للسبب الحقيقي. النهاردة انا جاي اقولك ايه السبب ده. هنتكلم عن حاجة بتأثر عليك وانت في الغالب مش عارفها ايه اصلا، ومش ملاحظها او مش مدركها ان هي دي المعضلة، وهي البيئة اللي حواليك. قبل بس ما تقفل الفيديو خليك معايا دقيقة، ولو زهقت اقفل ساعتها. هل فعلا البيئة اللي حواليك بتأثر عليك وعلى تعليمك وإنجازاتك، ولا ده مجرد كلام تنمية بشرية والموضوع انتهى؟ البيئة مش بس المكان، البيئة هي كل حاجة حواليك بدون أي نوع من أنواع المبالغة. من أول أهلك والبيت اللي انت ساكن فيه، الناس اللي بتتعامل معهم كل يوم، صحابك سواء اللي بتخرج معهم أو بتذاكر معاهم، حتى الصوت بتاع النوتيفيكيشن بتاع الموبايل ده عامل من ضمن عوامل البيئة اللي حواليك. أول حاجة بتيجي من عيلتك، سواء مشاكل أو طلبات كل شوية. طب الحل هنا إيه؟ أكيد طبعا مش هتتبرى من أهلك، يعني ده أكيد، بس محتاج تخلق لنفسك المساحة بتاعتك وتكلم معاهم في ده. وفي الحقيقة أنت لما تتكلم مع أهلك ممكن تلاقي أهلك متفاهمين لده وفعلا بيساعدوك لده، خاصة لو شافوك بتنجز. وقبل ما تبدأ تشتغل أو تلعب أو تعمل حاجة في أوضتك، عرف أهلك يا جماعة أنا هقعد ساعة كده، حد محتاج مني أي حاجة؟ طب أنا هقعد ساعة محتاج أركز، فلو محتاجين أي حاجة خليها بعد الساعة دي. فمحدش هيكلمك غير في الضروريات القصوى والطوارئ إن شاء الله يعني.